أعزائي المشاهدين، نتحدث في هذه الفقرة عن الزيادة السكانية، وهنبدأ نفكر فيها ونقول الزيادة السكانية وتأثيرها على التنمية. بس مش هنقول أو نقرر إذا كان ليها آثار سلبية ليها آثار إيجابية، لأنه ما يبقاش التوجه معروف، أو أنه إحنا كلام بيتقال طول الوقت أنه الزيادة السكانية بتؤثر بشكل سلبي على التنمية. وكمان هتلاقوا انه كلام يعني موجود طول الوقت كمان على الساحة، بيقول انه الزيادة السكانية او البشر ثروة قومية، ونقدر نستفيد بيهم افضل استفادة ونحقق التنمية من خلال هذه. الواحد ليه منطقه، وخلونا في هذه الفقرة نفكر ونشوف ايه اللي كفته بتزيد اكتر، وازاي نبتعد عن الاثار السلبية، وازاي نقرب من الاثار الايجابية. لانه لو حتى هو الموضوع بما انه هو موجود، يبقى نشوف ايه الايجابي اللي فيه ونروح له، والسلبي نبعد عنه. معانا اعزائي المشاهدين ضيفنا استاذ دكتور ياسر شحاتة، استاذ الموارد البشرية والتنمية المستدامة. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك يا فندم، مشاهدينك الكرام. الزيادة السكانية، أول لما بنقول الاسم على طول بيبقى فيه توجه عند كل شخص، أو كل واحد بيفكر بشكل ما، ونقول آثاره السلبية هي الأكثر أم الآثار الإيجابية. يعني نبدأ نعرف توجه حضرتك إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك اتكلمتي في المقدمة وقلتي إنها إشكالية. فالإشكالية طالما في البحث العلمي في إشكالية، يبقى أنا بدأت أشتغل على بحث علمي، بدأت أشتغل على هدف، بدأت أشتغل أشوف التوجه بتاعي إيه أنا من خلال بقى المشكلة. ففي للمشكلة دي لها أهمية، والأهمية لها أهداف، والأهداف عايزة حل. الحل بقى ما هو بيظهر لي إذا كان في آثار سلبية ولا آثار إيجابية، وبناء عليه يبدأ أناقش بقى النواتج اللي خرجت لي دي وابدأ أحل. طيب الهدف من حياتنا كلنا هو بناء مستقبلنا وبناء بلدنا وتنمية بلدنا. فيبقى هو ده العنوان، انه انا يعني يبقى وضعي افضل، بلدي يبقى وضعها افضل. فبالتالي انا بشوف الزيادة السكانية من وجهة النظر دي، ان انا وضعي يبقى افضل وبلدي يبقى وضعها افضل. محتاج اعمل تنمية. طيب انا هعمل تنمية من خلال مين؟ من خلال العنصر البشري. عندي عدد كبير، الدولة المصرية دولة شابة، لان تعداد قوة العمل عندنا في مصر تفوق 60%. فبدأ عندي دولة شابة فيها عنصر رأس مال بشري. رأس المال البشري هو أصل محرك لكل الوصول المادية. رأس المال البشري هو القادر على تحقيق تنمية. ولكن هنا يمكن سيادة الرئيس اتكلم في أكتر من محفل وأكتر من مناسبة على حزمة مشروعات بناء الإنسان المصري. طب ليه أنا ببني إنسان مصري؟ عشان يقدر يحقق لي تنمية. يعني إيه بناء؟ يعني يبقى علميا كويس، صحيا كويس، في عندي من خلاله ان انا ابنيه داخليا، ابنيه خارجيا، ارسخ مفهوم موروث ثقافي وحضاري داخل الاسره المصريه. اتكلم على تاكيد الهويه العلميه للاسره المصريه. ابدا اتكلم في الصحه الانجابيه الصحه النفسيه والصحه العلاجيه. ابدا اعمل عمليه تطوير. طيب هو انا النهارده لما ابقى موجود في البيت انا واسرتي، والاسره هنا مكونه، ده الجانب المضيء اللي أنا أقدر من خلاله أعمل بناء إنسان مصري سليم يقدر يتكلم في تنمية، يقدر يشكل لي كيانات وأركان التنمية. ولكن لو أنا عندي إنسان ضعيف صحيا، أو في تأثر صحيا، علميا، رياضيا، بدنيا، ذهنيا، في كافة الأمور. طيب أنا النهاردة أب وموجود في عملي، والعمل ده بتقاضى منه مرتب معين. أنا لما بقسم بقى المرتب على عدد الأسرة، الوضع هيختلف إن كان عدد كبير أو عدد صغير. طيب يبقى أنا هنا أوجدت علاقة. العلاقة هنا علاقة عكسية.
بين ايه؟ بين الزياده السكانيه وبين مستوى المعيشه. كل ما بيزيد، انا بتكلم على الاسره داخل البيت الواحد، هنا لما يبقى في عندي عدد كبير والدخل عندي بسيط، حضرتك تتخيلي النتاج اللي عندي او الناتج بقى عشان يقدر يعمل تنمية، هو نفسه ما هوش قادر يعمل تنمية، او الاب مش قادر يعمل تنمية في ولاده لانه غير قادر. ليه؟ لان ما درسش الموضوع بشكل مظبوط، ما هيأش اموره ان يبقى عنده رؤية مستقبلية ان انا داخلي محدد بكذا، وهبدأ من خلاله اقسم الامور اللي زي كده. بدأ يتأثر هنا بدأ يبقى عنده عملية تأثير. عشان كده أنا دايما بقول إن الزيادة السكانية بتحرم أي دولة من إحداث تنمية حقيقية. ده أول عنصر من عناصر تأثيراتها السلبية، ولكن لا تأثير إيجابي آخر. طيب، لا احنا لسه يعني في الفكرة الخاصة بانه الأسرة، وانه يبقى الانسان مش قادر على توزيع دخله على افراد الأسرة، او هيبقى النسبة ضعيفة. طيب، ارجع مثلا واقول انه طب لا، انا عندي امكانيات، يلا بقى خلي اسرتي تبقى كبيرة. هل ده كمان منطق؟ يعني لو انا قادر ومقتدر على ماديا ان انا يبقى عندي دخل يكفي عدد. كان عندي صديق زمان كان يكلمني يقول لي السيدة طالما قادرة على الإنجاب صحيا تنجب، وأنا طالما قادر على التكلفة المصاريف أنجب. محدش الوضع اتغير، القصة اتغيرت. السيناريو اللي كان من 50 سنة غير السيناريو النهاردة اللي احنا في 2013. النهاردة أنا يمكن هتكلم بالشكل اللي بعيدا عن الإطار الأكاديمي بقى عشان يلمسوا الشارع المصري ويقدر يتكلم معاه. النهاردة لو حضرتك كسيدة موجودة في البيت خلفت 6 7 أو خلفت 5 6، لما تخلف ال5 6 دولت وبدأ يبقى فيه إنجاب، صحتها هتتعب. كويس، ده أول أمر، ده كصحة. الأمر الثاني، حضرتك بتتكلمي أصل هيتجوز عليا، أصل هيتحرك بعيد عني، أصل ما هو طبيعي. هو هيعمل إيه؟ هو أول ما هيجي اللي بيته حضرتك مشغولة في الولاد وكان الله في العون، ما هو ده أمر هو نفسه بيقول الله يكون في عونها. فهتبدأ تنسى نفسها، هتبدأ الأمور تتطور معاها صحيا بالسلب، بالشكل والجماليات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها للمرأة. الأمور بتتأثر، بالتالي هو لازم يبدأ الأمور هنا بقى بدأت في معضلة، بدأت في مشكلة. مين اللي عملها؟ مين اللي تسبب فيها؟ هو اللي تسبب فيها وهي معاه، ولكن ما كانش فيه السيناريو الواضح أو الرؤية الواضحة اللي تقول لهم يا جماعة اهدوا شوية. النهاردة لما بتكلم على مودة، مبادرة مودة، لما بتكلم على ان ازاي اعمل عملية الوعي للشباب اللي موجود دلوقتي، 2 فأقل 1 أو 2 الأمور تتحرك معاكم تحرك سليم، تبدأ حضرتك تلاقي صحتك، تبدأي حضرتك تلاقي صحتك، تبدأوا تعلموا ولادكم وتربوهم بالشكل الأفضل. تخيلي حد عنده أب عنده 6 7 أولاد وهو راجع من شغله تعبان، الوضع هيكون إيه؟ هل هيسمع؟ هل هيفهم؟ هل هيتكلم معاهم؟ هل هيقبلهم لما يكلموه؟ طب يبقى الأصل بناء الإنسان، وبناء الإنسان مش بالفلوس. الفلوس مهمة طبعا، بس عشان أبني إنسان، عشان أهتم بأولادي، القصة مش مقدرة مادية فقط. بناء الإنسان يجي بحاجات كتيرة جدا وبأشياء وأساليب مختلفة. فبالتالي هل أنا أقدر حتى لو أنا مقتدر ماديا، بس أقدر أن أنا أبني وأهتم بأولادي لو أن عددهم كبير مثلا؟ لا طبعا، بكل قطع لا. كوفيد 19 في 2020 علمت بعض الناس او كثير من الناس، فيه ناس ما بتكونش من شغلها ومن انشغالها مش عارفه بيتها فيه او شقتهم كام اوضه، او في اماكن ما كانوش بيقدروا. انا بتكلم بقى بواقع وبتكلم بالاطار اللي يفهموا الناس اللي زيي بالظبط كده. يبقى الحركه تكون بسيطه وهاديه ويوصل كمان لمسمع ومرأة المشاهد بالشكل الذي يليق والمظبوط.
ما كان في ناس دخلت اوض موجوده في شقتهم كانوا اول مره يدخلوها لان هم كان مشغول. فلما حصلت عمليه الكوفيد 19 فبقى اقعد في بيتك، بدات الامور يتحرك ويشوف الوضع اللي ما كانش شايفه زمان. النهارده بقى حضرتك عندك المقدره ماديا، لكن حضرتك مش هتقدر تسمع لكل دول ذهنيا. ده هو صاحب القرار، لكن ذهنيا هو مش هيقدر يسمع لأي ولد. ده الطفل لما بيبقى جاي لحضرتك عشان تسمعيه بيكلمك، لو ما بصيتيش في عينيه واديتي له اهتمام وسبت اللي في ايديكي وشفت الولد بيقول ايه، الولد هيتأثر هيأثر على شخصيته نفسيا. فابدأ النهارده لما يبقى عنده الوضع كان زمان يقول لك ده عزوة. صح، عزوة، بس العزوة لما بتبقى موجودة وما معهاش المقدرة بتمثل خطر كبير. العزوة لما بتبقى موجودة وما عنديش القدرة العقلية اللي أقدر أستوعب كل دول، هيبقى بيأثر أثر سلبي. والعزوة مش في واحد يمكن ب10 أولاد ربيه كويس، علمه كويس، ازرع عنده القيم والمبادئ والعادات والتقاليد بتاعتنا كويس، ويكون عند حضرتك وقت يبقى هتقدر تعطي وتقدر تخرج لي. هو احنا ليه زيادة، يعني بيتكلموا على زيادة معدل الطلاق بيزيد في المجتمع المصري، هو انا النهارده لو عملت حملات توعية للأسرة المصرية، أعلم الأب والأم يعني إيه أسرة سليمة، دول لما يتعلموا يعني إيه أسرة سليمة هيقلل عدد الانفصال أو الطلاق في مصر. بالتالي هينعكس على أولاده، والأولاد دول هو ده الجيل اللي هيقدر من خلاله يحقق 2030 للدولة المصرية ويحقق لنفسه. يعني الأصل إنه الإنسان بيبني نفسه. الأسرة مهتمة بإنها يعني تبني الأسرة بشكل صحيح، وبالتالي ده يعني هينعكس على الدولة. لكن القصة جاية من بناء الإنسان، جاية من جودة الحياة، ومهم إن احنا نتكلم عن جودة الحياة، ولكن بعد هذا التقرير. في ظل كل الإنجازات والنجاحات والقفزات التي تحققها مصر في مجال البناء والتنمية والتقدم، فإننا أمام خطر حقيقي، وهو ظاهرة الزيادة السكانية، لأنها تشكل تحديداً مباشراً على عوائد هذه الإنجازات. وقد نبه الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة. موضوع النمو السكاني ده موضوع مهم أوي أوي أوي، ومن فضلكم يعني ساعدونا فيه في كل ونتفهمه كويس قوي. واهلنا في الريف واهلنا في الحضر واهلنا في كل مكان، صدقني اكتر من طفلين مشكله كبيره جدا. سمعت كلام كتير من فتره كده يقول لك ايه، اعمل قوانين يعني حاده وبتاع. فقلت لهم لا، وحتى الكلام ده طلع في الاعلام، قال لك انتوا في المداخله اللي انا عملتها، وقلت لا، مش كل الامور ممكن تتعمل بحده، لكن تتعمل ببرنامج، واحنا شغالين على البرنامج ده. كما أكد الرئيس السيسي على ضرورة السيطرة على معدل النمو السكاني وخفضه إلى 400 ألف نسمة في السنة، حتى نشعر بالتحسن الذي تقوم به الدولة في جميع المجالات، وضمان توفير مستوى تعليمي وصحي جيد وعلى أعلى مستوى، والحصول على تغذية جيدة وتوفير فرص عمل. النمو السكاني ينخفض إلى 400 ألف في السنة، صدقوني لن نشعر أبدا. أنا بعاني معاكم كمسؤول. مستوى التعليم اللي هياخده هيبقى جيد ولا مش جيد؟ مستوى العلاج اللي هياخده هيبقى جيد ولا مش جيد؟ فرصة التغذية بتاعته تبقى كويسة ولا لا؟ يروح يلاقي فرصة عمل بعد كده ولا لا؟ هي الحكاية كده. وتشير الأرقام إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة عشر بين الدول الأكثر كثافة سكانية على مستوى العالم، ويزداد عدد سكانها بنحو 2.5 مليون نسمة كل عام. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 160 مليون عام 2050.
طيب أنا كنت بتكلم على جودة الحياة، وبقول مهم إن احنا نتكلم على جودة الحياة، لأنه القصة إن أنا أبقى عايشة وأنا مستريحة، وأنا عندي مسكن يليق بيا، إن أنا أبقى فعلا أحس إن أنا عايشة حياة كريمة. فبالتالي جودة الحياة كمان مهمة، مش قصة انه احنا عدد، ولكن لازم نشعر بالشعور ده. الشعور ده من خلال مسكن، ومن خلال صحة، ومن خلال تعليم. الدولة بتقوم بمجهودات كثيرة في كل هذه المجالات. بس ازاي ممكن انا اشعر بالحياة الكريمة دي في عدد أكبر من قدراتنا أو إمكانياتنا؟ ما هي جودة الحياة أو جودة الحياة للمواطن ده أمر غاية في الأهمية. عندنا تنمية مستدامة، والتنمية المستدامة 17 هدف. 17 هدف دول من ضمنهم إن إزاي الإنسان يعيش مع الطبيعة وليس على حساب الطبيعة، وإزاي إن أنا أحقق له جودة الحياة. مين اللي هيحقق لمين جودة الحياة؟ هو هيحقق لنفسه جودة الحياة من خلال الفكر الغير عشوائي. لأن هنا لما يبقى عندي فكر عشوائي وأبدأ من خلال رؤيتي المحدودة إن يبقى عندي عزوة زي ما كان بيحصل، والإرث اللي احنا كنا متوارثينه، هنا مفيش حاجة اسمها جودة حياة. ليه؟ لأن زي ما قلنا هي معادلة الدخل مع الإنفاق. طب أنا إنفاقي أو دخلي محدد، عندي إنفاق أو عدد كبير من الأولاد، هيبدأ لازم هنا بيتأثر أمور على غير الأمور الأخرى اللي المفروض، فيبقى ما عنديش حاجة اسمها جودة حياة. كمان في حالة الإنسان القادر أو غير قادر، ما هو النهاردة كل ما دخله بيزيد كل ما إنفاقه بيزيد أكتر. هو عنده يعني 6 أو 7 أو فبقى عنده، هو النهاردة هيبدأ يشتغل على أي أساس؟ ده في حاجة احنا لما اتكلمنا عن التنمية المستدامة، تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال المستقبلية. حضرتك لما تبقى أب وعندك 6-7 أولاد، ال6-7 أولاد دولت محتاج حضرتك تبدأ تشتغل. هتشتغل إيه؟ بالتالي هتبدأ حضرتك تقترض. لما حضرتك تقترض هيبقى دين، الدين هيزيد، الهم هيزيد، واسمحوا لي في الكلمة دي بس ده لازم يتقال كده، الهم هيزيد، فهيبدأ يتأثر صحيا. وهتبدأ، ده مش هو بس، ده هو والزوجة، التأثر الصحي ده هيأثر على صحته، الصحة والصحة النفسية والأمور. هو كل يوم الصبح وهو بيفتح عينيه من النوم، الراجل ده بيبقى نايم وفكره شغال بيشتغل، عايز يجيب وعايز يعمل وعايز. طب وانت النهارده حضرتك في الانشغاله دي والاشكاليه دي والمعضله دي، كنتش بتفكر ان انا النهارده لو جبت 2 فاقل الامور طب هتتغير ما تغير كامل؟ أنا بقول إنه ما كل واحد بيجي بقى، وكل طفل بيجي ورزقه معاه. تمام، انا مع حضرتك، كل واحد بيجي برزقه معاه، بس انا النهارده ربنا سبحانه وتعالى ترك لنا عقول. ما هو يعني عقلي هيبدأ النهارده يفكر، انا النهارده وانا داخل اتخانق، هل ان انا هتخانق كده ادخل في وسط 7-8 واتخانق معاهم، ولا لازم يبقى انا عندي خطة او خطة اقدر من خلالها اتحرك على اساسها؟ طب وانا هتحرك ازاي وهتكلم ازاي؟ النهارده على فكرة لما يبقى عندي فكر، ويبقى عندي صحة وعندي تعليم وعندي حياة شاملة وحياة متوازنة، هقدر من خلالها يقدروا يعملوا تنمية. الاستثمار الحقيقي بقى. يعني لا ألقي بنفسي إلى التهلكة. بالظبط. والجانب الآخر ده أنا بتكلم على جانب الرجل، ده أنا ما اتكلمش على جانب المرأة. والمرأة الكيان الجميل اللي ربنا خلقه، الوضع بيتغير تماما، والمشاكل بتزيد، المشاكل فعلا بتزيد. وعلى فكرة كانوا زمان بيتكلموا يعني أجدادنا أبهاتنا كانوا بيتكلموا الولاد لما يكبروا هيريحونا. لا أبدا، ده الولاد لما بيكبروا همومهم بتزيد معاهم ومشاكلهم بتزيد معاهم. هيبدأ حضرتك تعلمهم التعليم بحد الكفاف بأقل ما هو هتجيب منين عشان تعلم وعشان وتعالج وخلافه؟
لا النهارده هيبقى الوضع مختلف، يبدا يتخرج، وبعد ما يتخرج ما هتشوف معضله كبيره جدا في مشاكله، عايز تجوزه وعايز وعايز وعايز. طب الحقيقه النهارده لما ترسمها بالشكل السليم ويبقى عند حضرتك مسار تقدر تتحرك عليه النهارده وبكره، ده حضرتك مش بتعمل عشانه هو بس، ده هو من قرارك الاجيال. عشان كده دايما بقول ان انا افي باحتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الاجيال المستقبليه. هقول الاجيال المستقبليه، ويمكن حضرتك في المقدمه قلتي او في سياق الحديث ان القصه مش قصه فلوس، القصه قصه جوده حياه. جوده حياه طبعا، واحنا متفقين على هذا الامر. عشان احققه لابد اني اكون انا صاحب القرار، لان هكون مسؤول مش على جيل، على اجيال متعدده. وعلى فكره الارث ده بيتوارثه الاجيال. الاب، يعني الاب ابنه لو شاف ان انا عندي 7 8 اخوات، عزوه وحاجه كويسه جدا، بس في الوقت اللي احنا عايشين فيه لا ابدا، ده هيبقى مشاكلهم اكتر من نفعهم. فالوضع هنا بقى هيزداد سوء. اقدر لو 2 فاقل، حد 1 أو 2 زوج وزوجه صحتهم هتبقى كويسه، هيقدروا يتحركوا التحرك السليم، هيبدا فيه تعليم بشكل كويس، صحه بشكل كويس، بتعليم بامر جاي، بامر يليق بيه كانسان. هبدا من هنا بقى استثمر، وده الجانب الايجابي من السكان او الزياده السكانيه. شوف يا فندم، زياده معدل النمو او معدل النمو اللي بيرتكز عليه مستوى المعيشه لابد ان يكون عنده 3 شروط. اول شرط يكون زياده معدل النمو يكون مستمره، ان حضرتك تشعري بالراتب او تشعري بان الدخل عند حضرتك بيزيد، لازم، او ان انا بتكلم بقى على سياق دوله، لابد ان يكون معدل النمو زياده مستمره في عمليه استدامه اللي احنا بنتكلم عنها، والاستمراريه والسستينابيلتي، التنميه المستدامه. في نفس الوقت يكون زياده في معدل النمو اكبر من الزياده في معدل النمو السكاني، لأن الزيادة في معدل النمو السكاني بتلتهم معدلات التنمية، بتلتهم أي تنمية. عشان كده كنا في الحقب السابقة زمان كنت دايما أقول إن الاقتصاد المصري صاعد على سلم هابط. كل ما بيتحرك وعايز يطلع وعايز يشم نفسه، يبدأ في بعض العوامل اللي بتشده لأسفل، من ضمنها معدلات زيادة السكانية، من ضمنها معدلات الفقر. طيب يعني بس معدلات الزيادة السكانية من زمان واحنا بنتكلم عنها كمان، اكيد الكلام يعني مش مجدي، لانه لو مجدي كان المشكلة دي اتحلت. ف يعني يبقى لازم نفكر في طرق مختلفة وأساليب مختلفة عشان فعلا يبقى الكلام مجدي، عشان كل واحد يهتم بنفسه وبأسرته ويهتم بجودة الحياة، وإنه إزاي يبقى عايش مبسوط وعايش مستريح، مش عايش وهو مثقل بالهموم. بالظبط. طبعا هقول لحضرتك على حاجة، هو الكلام، الناس كتير جدا بتتكلم في الزيادة السكانية من زمان وبنزيد ليه؟ إلا في طبيعة إنسان الواحد ما عاندهوش. بمعنى، يمكن سيادة الرئيس كان بيتكلم في موضوع إن حد كان بيتكلم على إن يبقى في قانون وردع لا 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 لا. المصري في الحالات اللي زي كده، لا، مش القانون بتاعنا اللي يقدر يحجمه. على فكرة أنا لو أصدرت قوانين للسكان أو للزيادة السكانية في الوضع ده، على فكرة هو ممكن يخلف 7 و8 وما يكتبهمش. طيب لا يعني احنا نبتعد عن الافكار السيئه، احنا نتكلم على يعني مواجهه التحديات، وازاي ان احنا نفكر خارج الصندوق، او ان احنا نلاقي حلول على ارض الواقع. شوف يا فندم، انا هنضع قانون من خلال برنامج، بس مش القانون بتاعنا، هيبقى قانون تحفيزي. بمعنى ان انا النهارده لما اتكلم على المقبلين على الزواج، شبابنا
الصغير المقبل على الزواج، لما اقول له 2 فاقل 1 او 2 هبدا حضرتك ادي لك امتيازات، يعني ممكن اخفض له في بعض الامور حتى لو كان بطاقه الرقم القومي فري. اتكلم معاه ان يبقى فيه منح لمدارس انترناشونال، ابدا اتكلم على ان في بعض الامور الحياتيه اللي موجوده للعنصر البشري هنا، ابدا اعمل له امتيازات واعمل له تخفيضات. البرنامج ده برنامج طويل وكتير، والحلقه مش هتكفينا ان انا اشرحه. يعني الفكره انه لكن تحفيز ايجابي. الفكرة تحفيز ايجابي. اول ما يوصل سن ال50 اقول له شكرا، اسحب منه كل الامتيازات دي. فحضرتك هتقولي لي هو البرنامج ده يعني ما في، لا هيبقى فيه مصداقيه، لكن ليه؟ لان هو النهارده لو عنده 24 ولا 25 سنه ولا 28 سنه ولا 30 سنه وبقى عنده 50 سنه، النهارده بقى اسلوب حياه. أنا ابتديت أعمل مع جودة حياة أسلوب حياة تثقيفي، غيرت من الثقافة. 20 سنة كافية أن تغير من ثقافة الشاب المقبل على الزواج الآن. طب وليه تقول له بس يعني يا لا، دكتور، ما يعني احنا بتقول له بنقترح. الفكره أنا عايز أديله امتيازات، ما أنا هديله امتيازات وتقول له انا اسحب منك هديله الامتيازات كده في امتيازات. وشه من لا، ما البدايه. أنا هقول لحضرتك على حاجة، أنا هديله امتيازات وهيلمسها على أرض الواقع. يعني الامتيازات على أرض الواقع. بعد فترة ال50 هيبقى في امتيازات تانية، بس هتقل تروح للشاب اللي موجود اللي لسه صغير. هبدأ، ما هو النهاردة في 2023 الامتيازات النهاردة اللي موجودة امتيازات 2053 الوضع هيكون مختلف، 2063 هتبقى مختلفة أكتر. أنا كل ما هنالك إن منهج الحياة عندنا امتياز في قانون تحفيزي، إن أقلل الزيادة السكانية. ليه أقلل الزيادة السكانية؟ عشان أقدر أعمل حاجة اسمها تنمية مستدامة متوازنة. متوازنة بشكل كافي، متوازنة في المحافظات ومتوازنة كمان للأسرة. كان مشرفنا أستاذ دكتور ياسر شحاتة، أستاذ الموارد البشرية والتنمية المستدامة. بنشكر حضرتك جدا على وجودك معنا. أعزائي المشاهدين، بشكركم في النهاية، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من قلب القاهرة.